اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيك يا اجمل اخوات في الدنيا؟ وحشتوني كتير كتير. خلاص شهر الخير فاضل عليه ايام ويخلص ويجي العيد. فاضل ايام قليلة وكلها خير وبركة وسعادة يا رب. يا ريت نتقرب من ربنا بالدعاء والتهجد وندعي لنفسنا واولادنا بالخير والرزق يا ارحم الراحمين. النهارده هنعمل بسكوت اللانكشاير بالوانه الجميله لتخطف العين دي، وطعم جميل ومقاديره سهله وبسيطه ومش مكلفه. تعالوا اقول لكم عملته ازاي. 200 جرام سمنه، ما يعادل المج الشاي بتاعي بملي سمنه بدرجه حراره المطبخ. هنزل عليه 100 جرام سكر، نص مج سكر مطحون اللي هو يعتبر 5 معالق من معالق الكبيرة بتاعة الأكل. بضرب السكر مع السمنة بقى بالشكل ده. بنزل عليها بيضتين، 2 بيضة. بضرب البيض مع السكر والسمنة، بعملها فوليوم كده شبه الكريم شانتيه. بنزل عليه ب100 جرام نشا اللي هي دقيق الذرة، وكوبايتين من الدقيق العادي بتاعنا، كوبايتين هرميتين او المج الشاي اللي احنا بنعاير بيه كل المقادير. مج هرمي، عايزه 2 منه، 2 مج هرمي. بقلب الخليط وانزل عليه بنص معلقه بيكنج باودر، ومش بكتر من البيكنج باودر عشان العجين مش ينفش مني في الفرن. بعجن انا مش بعجن، انا بتوه الدقيق مع الخليط اللي عملته قبل كده، عشان لو عجنت العجين بيعمل عرق، وانا مش عايزه عرق، مش عايزه عرق في العجين ده خالص. بس بخفي المواد الجافه مع المواد السائله، تبقى بالمنظر ده. انا حبيت الون العجين، حبيت اشكله. حطيت كاكاو ان هو يديله لون الشوكولاته ده، معلقتين كاكاو على العجين. وكمان استخدمت الالوان المصرح بها، اللون الاصفر واحمر. مش حابه ممكن تستخدمي بالابيض، بدي شكل جميل برضو باللون العجين الابيض العادي. انا حبيت بالالوان عشان الاطفال عندي، ربنا يخلي ويبارك يا رب، يرزق كل مشتاق ويفرح باللي موجود عند الجميع. حبيت ان انا كورت البسكوت ده على شكل دايره صغيره في حجم البلي الصغير. ما كبرتش عن كده عشان هو اصلا بتضاعف في او ما يستوي، بيضاعف حاجه بسيطه مش كتير يعني. شكلت الكميه بالمنظر ده، دخلت الفرن على درجه 180 لمده 10 دقايق، وتحت الشوايه 5 دقايق. ما بديش لون من فوق، بس ان هو تحس ان هو جامد شويه بس. حبيت احشي، حشيت بيه تبنج الفراوله، عملته قبل كده عندي في القناه، هتلاقيه عندكم. واستخدمت اي حاجه تزيين، انا استخدمت سبرينكس، ممكن ممكن سوداني، ممكن فارماسيل، اي حاجه موجوده عندكم في البيت. ممكن تكتفي انك تحشي بالتوبنج بس. التوبنج ده ممكن مش لازم فراوله بس، ممكن يكون شوكولاته، نوتيلا، ممكن تستكفي بيه كده عادي. بس انا حبيت ان انا بحشي بين البسكوتين، وبعد كده انزل في السبرينكس بالمنظر ده. وصفة سهلة وبسيطة، وكمان طعمها جميل خالص وشكلها حلو على السفرة من حلويات العيد. فكرة سهلة وبسيطة وموجودة مقاديرها في كل بيت، مش بتحتاج حاجات كتيرة ولا مكلفة، وشكلها جميل. يا رب الفكرة تكون عجبتكم. مستنية رأيكم في التعليقات. باي باي.